السلام عليكم. ازيك يا استاذ انتصار؟ اللي احنا هنا عندك في شارع منصور ابو غزاله يسرى ابو حزه اللي كنت كلمتك عليه، وكانت الجزء اللي باب مكسرين والباب التاني هناك هو مكسر. هروح لغايه عنده. لما الولد خارج من البيت نزل في قلب البلاعه زي ما انا قلت لكم حضرتكم، وجت لكم عندكم الشركه وقلت انتوا هتجيبوا بواب تعملوه. الباب اهو متكلف 1500 اهو علشان على حسابنا، والخط ده جديد. الخط دوت المفروض كان يتعمل ببواب جديد، بس يعني انتوا قالوا هنيجوا بقالكم سنتين هتيجوا. وعندك محمد البهنسي ما فيش ولا شارع في العزبه بتاعته اسمه ما هوش متركب باب جديد. والباب الثاني اهو، الباب الثاني اهوتي في وش باب العيل خارج نزل في قلبه. والبلاعه ملانه بقى لها 3 ايام اهي 3 ايام بقى لها 3 ونتصل زي عدم. يقول لك احنا في اجازه والخميس اجازه وما فيش عمال، لحسن ما فيش نبطشيه. بس احنا لما بنيجي ندفع يقول لك احنا بنحسب الاجازه وما بنخصمش الاجازه. الباب اهو، والباب بتاع الراجل اهوت العيال الصغير نازل في قلبه. جيت لكم وجبنا باب تاني على حسابنا اهو، يعني الاثنين متكلفين 3000 جنيه غير العامل اللي هو هيقعد يشتغل. حضرتك دي ينفع بقى دي يرضي مين؟ انتوا لما بنتاخر علينا ميه بتيجي تقطع علينا الميه، يرضي مين الشغل ده حضرتك يا استاذي؟ لو محمد البهنسي بجلاله قدره ما فيش ولا شارع في عزبته اسمه ما فيش في باب جديد، وما فيش ولا شارع في العزبه لو طفح دقيقه يتسلك لا بيقابلوه ياكلوه في الشارع، لكن احنا بنقابله نحترمه. انا الكلام دلوقتي حضرتك لازم الكلام ده يتحاسب، لازم محمد البهنسي لا يتظبط معانا لا يمشي من البلد يا ستي. ما احناش عايزين، انا منصور ابو غزاله بقول محمد البهنسي ما ينفعش معانا، ينفع في عزبتهم بس وفي حتتهم بس. وشكرا يا استاذ على الكلام ده. واصور لك بالمره عشان الفيديو يوصلك. انا ماشي في الشارع اللي جنب مننا اهو ملان ميه بقاله اسبوع اهو يا ست اهي، ملان ميه بقاله اسبوع اهو، قاطع الطريق بتاع الناس وحاطين البنوك وحاطين خشب عشان نعدي من عليه اهو يا ست، اهو يا استاذ انتصار، علشان ندفع صرف صحي قد الميه بالظبط اهي. ناس عايشين في المجاري، اروح عزبه محمد البهنسي الاقيها كومبليت وياخد العربيه بتاع دمياط للشارع بتاعه. عندنا هنا ما يعبرناش، لسه ما جاناش ولسه ما عملناش الميه، الدنيا سهله خالص هنا اهي. خلاص يا استاذي والله العظيم لو ما تعمل اجراء على الشغل اللي احنا على الشغل الاستطار ده، اقسم بالله لا نوديها لمودها مصر، اقسم بالله لو موديها الوزاره نفسها. انا بقول لك حضرتك انت محترمه والناس كلها بيشكروا فيك. شوف بقى الموضوع ده حضرتك. السلام عليكم. معاك منصور ابو غزاله من بسارطه طريق الترابي، شارع منصور ابو غزاله يسرى ابو حزه. احنا هنا بنعاني وهوريك البيت بتاعي الميه نقعه فيه ازاي، ميه الصرف نقعه فيه ازاي. السلام عليكم.